يلا يا حلوين، بنص كيلو لحمة هنعمل أكبر كمية من الحواوشي. ما شاء الله عملنا 10 أرغفة. يلا نشوف ازاي نعمله بكل سهولة وأجمل طريقة. ده نص كيلو من اللحمة المفرومة، نزلت عليه بأي كمية بصل انت حباها، وطماطماية شايلة منها البذر، وفلفل أخضر، حطيت ملح وفلفل أسود وكمون وسبع بهارات وتوم وبصل بودر وكزبرة وبابريكا، وهحط شوية من توابل الحواوشي واعجنهم كويس جدا لحد ما يبقوا بالشكل ده، وادخلهم التلاجة حوالي ساعتين. معايا هنا العيش، هبدأ احط فيه اللحمة الكمية اللي انت حباها طبعا. ما شاء الله الرغيف مليان جدا، وطلع معايا 10 أرغفة، يعني ما شاء الله مفيش احسن من كده. في طاسة فيها شوية من الزيت وعلى درجة حرارة منخفضة هحط الرغيف وهبدأ اضغط عليه ضغطات بالشكل ده، وهقلب فيه لحد ما يطلع معانا بالجمال ده. ما شاء الله مقرمش جدا من بره وطري جدا من جوه، واللحمه مستويه وطعمه في منتهى الجمال. ممكن كمان تسويه في الفرن. ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه.